أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. مبسوط إن أكون مع حضراتكم وبنبدأ مع بعض الكورس الجديد ده، كورس تعليم الفوركس. وبإذن ربنا دي تكون فرصة حلوة إنك تكون بتحقق دخل من مصدر جانبي ومهم جدا ليك. طيب، بشجعك إنك لو أول مرة تحضر فلو سمحت وقف التسجيل وبسرعة هات كشكول وهات قلم. ابتدي اكتب كل نوت تسمعها، اكتب كل حاجة، اكتب تعليقاتك الشخصية، وعلى طول كن بتبعت لي أي أسئلة بتجيلك. مهم قوي موضوع انك تكون فاهم كل حاجه وتطبق عمليا. بشجع انه كنش بتقعد تسمع المحاضرات على طول ورا بعض، لكن اسمع محاضره محاضره، خد وقتك انك تفهم، ابعت لي اسئلتك، طبق بشكل عملي. طيب خلينا نبدا مع بعض على طول. أم، اتمنى تكون حضراتكم شايفين الشاشه بتاعتي. خلينا نبدا مع بعض. محتاجين نفهم بشكل عام ايه القصة. فالفوركس هو سوق تبادل العملات، تجارة، هي تجارة. فزي ما انا بتاجر لنفترض في الساعات، فانا بشتري ساعات بسعر رخيص، برجع ابيعها بشكل قطاعي بسعر اغلى فبكسب الفرق. الفوركس هو نفس الموضوع، بيع وشراء، ومن هنا جت كلمة التداول، بيع وشراء. وانا بكسب الفرق. بس الفكره ان ببيع وبشتري في سوق العملات، وبتداول كمان على حاجات تانية زي الذهب وزي الفضه وزي الاسهم، اسهم عالميه زي فايزر وزي بوينج الطيران وهكذا. السوق ده محترم جدا، حجم التداول اليومي 7.5 تريليون دولار. اذا بمشيئة ربنا هتلاقي فرص كويسة جدا انك تدخل وتاخد منها ربح. مين اللي موجود في السوق ده؟ البنوك، مؤسسات المالية، ومتداولين عاديين. طب ايه قصة التداول عشان نعرفها؟ دايما الصورة دي بنشوفها دب وطور، لازم نكون الحتة دي كوميدية لكن حقيقية جدا. السوق بتاعنا في نوعين من الناس، او المؤسسات او المتداولين او البنوك المركزية، وبيتغيروا دايما. الطور زي ما احنا عارفين ان هو لما بيجي ينقض على الفريسة بتاعته بيعمل ايه؟ يخبطها بالقرون بتاعته، بيخبط بالقرون بتاعته دي. كويس. اتمنى تكونوا شايفين بيخبط بالقرون بتاعته دي. فلما بيخبط دايما الطور، لما بيخبط الفريسه بيعمل فيها ايه؟ بيرفعها لفوق، بيرفعها لفوق. فاذا بيعمل ايه في السعر؟ بيرفع السعر زي السهم الاخضر ده، بيرفع السعر. طيب، الدب بيعمل ايه؟ الدب لما بيجي ينقض على الفريسه بتاعته بيضرب بايديه بالمخالب بتاعته، فبيعمل ايه؟ بينزل السعر لتحت. زي ما انتم شايفين بينزل السعر لتحت. فالسوق بتاعنا هنلاقي فيه مشترين زي الثور، البول بالانجلش، فبيشيل الفريسه، بيشتري يشتري يشتري، يعمل ايه؟ يرفع السعر، يرفع السعر. والدب، الدببه اللي هم بيبيعوا، البيع، فبيخفض السعر، يقعد يبيع يبيع يبيع، يحصل ايه؟ يتخفض السعر بتاعنا. طيب، تمام جدا. طيب، فالتداول هو كده عملية بيع وشراء في العملات، زي مثلا بنبيع يورو نشتري دولار، نبيع دولار نشتري يورو. الهدف انك بتحقق ربح من فرق السعر زي ما احنا قلنا. طيب، انواع التحليل في الفوركس، ومن هنا نبتدي ناخد خطوة اعمق شوية. في كذا نوع من التحليل. في حاجة اسمها التحليل الفني، التحليل الفني، وده هنكون بنتعلمه خطوة بخطوة مع بعض في الكورس. في حاجة تانية اسمها التحليل الأساسي، وده كمان هناخد نبذة عنه. وهنخلط، وهنا دي القوة، هنخلط مع بعض التحليل الفني والتحليل الأساسي. فهي دي الطريقة الثالثة ودي الأكثر فاعلية، المزج ما بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، اللي هو هنعمل تحليل السوق عن طريق الحاجتين دول عشان نقدر نوصل لأعلى، نقدر نوصل لأعلى فرصة تساعدنا في المكاسب. لأنه طبعا زي ما انتم عارفين بتبقى في مكاسب وفي خسارة، فمهم ان احنا نوصل لأعلى فرصة تساعدنا. طيب، في حاجات مهمة قوي لازم تبقى عارفها في بداية الكورس، انه احنا هنتداول. خلاص، ففي حاجة اسمها وسيط، بروكر، ده اللي هنتداول من خلاله.
فهنختاره وهقول لكم مثلا عليه، انا ده اللي بفضله، لكن انتوا كل واحد حر يختار اللي هو عايزه. بعد كده هتسجل، تحط مستنداتك، هتفتح حساب تجريبي. مهم قوي تبقى انت مدرك الحته دي. هتشتغل الاول في وقت على حساب تجريبي عشان تبقى حركت ايديك صح، وبعد كده هتبتدي تفتح الحساب الحقيقي بعد التجريبي وتبتدي تتحرك. طيب مهم قوي تبقى عارف ان في ادوات استخدمها، حاجه اسمها الميتا تريدر. ده برنامج منصه، أربعة ميتا تريدر 4 أو 5، وبرضه هنتكلم فيه مع بعض ما تقلقوش. وحاجة تانية، المنصة اللي بنحلل عليها اسمها تريدنج فيو. اسمها تريدنج فيو. طب ايه الميتا تريدر؟ الميتا تريدر ده انت اللي بتوصل بيه، وهقول لك الخطوات مفيش مشكلة. هتوصل البروكر بتاعك بالميتا تريدر. الميتا تريدر ده اللي هتعمل معاه عمليات البيع والشراء. التريدنج فيو ده اللي احنا بنحلل عليه، لان عليه كل الحاجات بتاعتنا للتحليل الفني. طيب مهم قوي تبقى عارف ان احنا بنشتغل على التجريبي الاول، ده مهم جدا. تاني حاجة، استمر اتعلم زي ما انا قلت. اسأل اسئلتك، اسأل اسئلتك، جرب بشكل عملي. كل محاضرة ما تعديهاش، عديت المحاضرة لازم تطبق عملي وترجع لي بأسئلتك، وده اللي انا هكون بعمله. في كل محاضرة هحط تطبيق عملي مهم ان انت تمشي معايا فيه وتجربه بايديك. ما احنا ما بنعتمدش على الحظ. تمشيش بالحظ. بالحظ ممكن على فكرة تعمل فلوس كتيرة جدا، بس اقول لك على سر، هترجع تخسرها واكتر منها. عشان كده لازم تعتمد على التحليل الفني. وبرضو هنتطرق لنقط برضو في التحليل الاساسي، بحيث ان احنا نمشي مع بعض ونوصل لاعلى ربح. نلتزم بخطة التداول، وهنمشي بإدارة رأس المال. هنتكلم عن الأمور دي كلها في الكورس. طيب الفوركس حاجة فعلا مربحة جدا، لكن محتاجة زي أي حاجة تانية تحط فيها شوية مجهود، شوية صبر. ده مهم جدا جدا. مهم أو تتعلم زي ما اتفقنا، وابدأ صغير خطوة بخطوة، وفعليا نتحرك ونحقق مكسب حلو مع بعض. تمام. شكرا ليكم جدا، وهنكون بنتحرك خطوة بخطوة مع بعض ونتحرك لقدام. شكرا لحضراتكم.